في ناس كده مستنية حد يفكر لها، يقول له أعمل إيه؟ طيب أبدأ منين؟ طب ينفع ولا لأ؟ طيب فكر كده. معاكم شادي الخولي، وده بودكاست بيني وبين نفسي، قعدة كده خفيفة نضحك فيها شوية ونفهم نفسنا من غير تعقيد. وحلقة النهاردة يا صديقي عن حاجة بنعملها كتير من غير ما ناخد بالنا، بنستنى حد يفكر لنا. في نوع من الناس لو جاله فكرة، بدل ما يقعد يفكر فيها شوية يروح يسأل أعمل إيه؟ طيب تنفع؟ طيب شايفها إزاي؟ طب أبدأ ولا لأ؟ هو مش عايز رأي، هو عايز حد يشيل عنه التفكير كله. سؤال حلقتنا النهاردة هو إمتى آخر مرة استنيت حد يكرر لك حاجة بدل ما تفكر فيها بنفسك؟ مستني إجاباتكم وحكاياتكم في الكومنتس، وجاوبوني بصراحة، والصراحة مفيش أحسن منها. مرة واحد صاحبي كان عنده فكرة حلوة جدا عن مشروع نفسه يعمله. قال لي أنا بفكر أعمل مشروع، وقال لي عليه. قلت له مشروع حلو جدا، جو أون. قال لي طيب شايف إن فكرة المشروع دي تنفع؟ قلت له جرب. قال لي طيب أبدأ إزاي؟ قلت له أنت شايف مشروعك إزاي؟ قال لي ما أنا بسألك. قعدنا كده هو يسأل وأنا أرد، لحد ما حسيت إن أنا اللي هعمل المشروع مش هو. وفي الآخر قال لي طيب هفكر فيها، وساب الفكرة خالص وخلص الموضوع على كده، ومفيش مشروع. هو مش محتاج حد يقول له يعمل ايه، هو محتاج يبتدي بس. واكيد يا صديقي انت عملتها قبل كده، يبقى عندك فكرة تروح تقول لحد ايه رأيك، ولو قالك مش احسن حاجة تسيبها، ولو قالك حلوة برضو ممكن تسيبها. المشكلة مش انك تسأل، المشكلة انك مستني القرار يجي من بره. وفي ناس بقى لو حد قال لها تعمل كذا ولا كذا، تقول له طيب لو منفعش، طب لو فشلت، طيب لو يا عم ما تجرب. احنا بقينا بنخاف نفكر، مش كلنا طبعا. احنا بقينا بنخاف علشان التفكير بيخلينا مسؤولين اكتر. بص، طول ما حد بيفكر لك انت حاسس انك مرتاح، لكن اول ما تفكر بنفسك انت بتحس ان انت اللي هتتحاسب. طيب نعمل ايه بقى؟ ابدأ فكر بصوت واطي كده بينك وبين نفسك. مش لازم تبقى صح من أول مرة، جرب، اغلط وعدل، بس ما تستناش حد يعيشك حياتك. وخد الكلمتين دول مني يا صديقي، عايز بقى تحسبهم كلمة، حكمة، نصيحة، المهم اسمعهم وخلاص. اللي يفكر لك ممكن يريحك شوية، بس عمره ما هيبني لك حاجة. يمكن الفكرة كلها إنك تدي لنفسك فرصة تفكر، مش عشان تبقى صح، علشان تبقى بتتحرك. مستني تجاوبوني على سؤال حلقة النهاردة في الكومنتس، وهو إمتى آخر مرة استنيت حد يكرر لك حاجة بدل ما تفكر فيها بنفسك؟ دي كانت حلقة النهاردة من بودكاست بيني وبين نفسي. كنت معاكم أنا شادي الخولي، واستنوني في الحلقة اللي جاية وحلقة جديدة من بودكاست بيني وبين نفسي. مع السلامة.